انا متجوزه بقالي 5 سنين. بقالي كام؟ 5 سنين. 5 سنين، ايوه. جوزي طلقني من اسبوع كده، رمى عليا يمين الطلاق. قال ايه يا مروه؟ هو حصلت مشكله بيني وبينه. لا، قال ايه؟ الله يسترك، قال لك ايه؟ رمى اليمين ازاي يعني؟ قال لي انت طالق. صريح كده. فبقول خدك للمأذون واداكي حقك ومؤخرك وكل واحد مشي. انا لسه هحكي لحضرتك لان حاضر يا فندم، اتفضلي اتفضلي. سبب المشكله يا دكتور ان هو بعد 5 سنين والدته طلعتني ان انا انسانه مش كويسه وحراميه. بيت العيله يا بيت العيله. ويا ريتني سرقت حاجه ليها قيمه، يعني مسرقاني كريم بتاع بشره، مسرقاني بنطلون، مسرقاني بيجامه. انا سامع. طبعا من عند والدته. فانا بكلمه في ايه؟ قال لي انت مالكيش عيش معايا. يا طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي انت اخدتي كريم من عند والدتي. ما حصلش. كريم، ايوه. العيال جم يا مروه؟ العيال جم؟ العيال معايا، انا معايا بنتين يا دكتور. ايوه. قعدت احلف له ان انا ما اخدتش، ان انا ما عملتش. لا انا حبيبتي والدتي وانت مالكيش عيش معايا. طب ابوس ايدك، طب ابوس رجلك، طب انا حراميه وعملت كده، ممكن تسامحني؟ انا من يوم ما اتجوزتك وانا بعتبرك ابويا واخويا وامي. الله عليك يا بنتي. قومني، لو انا غلطانه قومني. الله عليك يا حبيبتي. انا هوديكي بيت ابوكي يربوكي. طب انت ربيني، انا محتاجه لك جنب. الله يسترك روحي. انا مش هسيب بيتي. طب انت اقعد عند والدتك وانا هقعد في شقتي لغايه اما عقلك. انا في كامل قواي العقليه وبقول لك انا مش عايزك يا دكتور. في خلال ال5 سنين دول انا شفت من والدته اللي ما حدش ممكن يشوفه. انا انسانه متعلمه، انا معايا ليسانس اثار. شتيمه من اقذر الشتايم اللي ممكن تتخيلها حضرتك. ليه يا حبيبتي ليه؟ هي انسانه طبعها كده، طبعها كده. وجوزي انا كنت صدمت بعد ما اتجوزت وقال لي دي امي وما اقدرش اغيرها. قلت له على لا يعني انا دايما يا مروه بحتاج مثال يا حبيبتي، يعني تديني موقف سياق هي خبطت الالفاظ دي، يعني انت عملت ايه علشان هي ترخ كده رخ؟ بنتي بربيها. بنتك. بنتي عملت هي الحنينه عنك، اتضايق احن من الوالده يعني. الاسلوب بتاع جدتها وانا عايزه اطلعها انسانه كويسه. بلاش لما اشتمها، يعني اشتم بنتي يا قاذر. طب يا مروه برضو ما هو ممكن نربي بناتنا بعيد عن جدتهم يعني. ما هي شقتي فوق يا دكتور. ايه؟ اقول لها مثلا يا حيوانه تقول لي انت يا ماما اللي حيوانه. لا قصدي يعني انت عايزه تربي بنتك بلاش قدام ستها لانها هتعمل نفسها احن منك. مش قدام جدتها يا دكتور. شقتي بقول لحضرتك فتنزل تشتكي لجدتها. ده دكتور، ده ماما بتقول لي كذا كذا. او ماما تقول لها اطلعي قولي لها يا كذا يا كذا. انا مش عايزه اقول لحضرتك الالفاظ. انت مالكيش دعوه بيا. شوف لدرجه ايه يا دكتور. طب انا هقف عند الكريم يا مروه بمناسبه الكريم. هي حماتك عندها زهايمر مثلا تكون استعملته ونسيت؟ لا او في ليكي سلفه ثانيه الله ينور عليها يعني. القصه انا هحكيها لحضرتك لو ليك طول بال معايا. لا بس عشان اللي بعد كان عندنا 98,000 تليفون. هي مش يعني انا مش عارفه احكي لحضرتك، اصل القصه طويله فمش مستاهله. طب انتوا بيت عيله؟ انتوا بيت عيله؟ انا هريحك واجيب لك من الاخر. انتوا بيت عيله؟ انا لوحدي، انا مفيش غيري لوحدي. يعني انت وهم؟ ايوه. وكل واحد شقه. البيت بتاعهم ولا ايجار؟ انتوا الاثنين مأجرين؟ بتاع والدته. جوزي. البيت بتاعهم؟ بتاع والده جوزي. وانتوا في القاهره ولا الاقاليم؟ لا انا في كفر الشيخ يا دكتور. يعني المدينه نفسها برضو ولا بيرة ولا الحمول ولا دسوق ولا قريه؟ لا في السوق نفسها، مدينة. في المدينه نفسها الجميله. والبيت دورين. وجوزك بيشتغل ايه؟ جوزي بيشتغل فران. امه فران؟ فران ومعاه شهاده مفيش مانع. دبلوم. ده حلو قوي وانت رضيتي بيه ومعاك الليسانس مفيش مشكله ان سوق الجواز واقف. اوكي. وعارفه برضو ان حماتك اكيد لان احنا بلد صغيره وعارفين بعضنا، انت عارفاها يا مروه. هو في السعوديه. وانت تخيلتي يا حبيبتي انك انت هتخليها تمشي على عجين ما تلخبطوش، صح ولا لا؟ والله ابدا. لا امال يعني ايه؟ امال رايحه تتهزقي؟ انت عارفه ان امه لسانها صليط. انا ما اعرفش. واني انا ما اعرفش. ما هو لما قال لك مالكيش عيش معايا سيبك بغض النظر عن الكريم وغير الكريم. انا بحكي لحضرتك على انت خدت البنتين وروحت بيت ابوكي ولا ما زلت في شقتك؟ انا قعدت اترجاه ساعه يا دكتور ان انا ما انزلش من شقتي واقول ده بيتي مفيش فايده. ومفيش فايده. بقول لك طب هنزل ابوس رجل والدتك؟ لا ولا حتى تراب اللي تمشي عليه ما حد يقبل منك كده. هو خد الموقف ورمى اليمين. بعد كده انت عملت ايه يا حبيبتي؟ بعد ما اترجيته ولميت هدومي ورحت بيت والدتي. انا بقالي اسبوع عندي. وخدت البنتين؟ وخدت البنتين. وهو وراكي تاني يوم بالشاي والسكر والبطاطس واللحمه وبس على راسك وقال لك اكلي العيال وانا ما اقدرش استغنى عنك؟ لا ما حصلش. ما عملش حاجه ولا جاب 300 جنيه في ظرف مثلا بعد 3 ايام وقال مصاريف العيال؟ هو بيذلني يا دكتور. بيذلنا. يعني ما جابش ولا تعريفه؟ لا. وامه وعدها بانها جوزوا واحده غيرك والبنتين يغوروا؟ هو دلوقتي باعت لي مع ناس بيقول لي لو عايزه ترجعي بشرط. ايه هو الشرط؟ على ايد والدتي ورجليها قبل ما تخشي البيت. تبوسي؟ اجي انا ابوس بدالك. وماله؟ يا دكتور العقول اتحكمت.
بس نعمل منهج جديد بعد البوس، ازاي نعيش ونربي البنتين. وزي ما هتبوس ايديها وتوطي على رجليها، بلاش الرجل عشان خاطري يا محمد، انا افترض ان اسمه محمد، خليها الايد حلوه قوي. بعد البوس برضو جماعه من انا عندكم بص يقعدوا. ياما وعملت استني يا حبيبتي، استني يا حبيبتي، جماعه يا حبيبتي كده، حكم من اهله وحكم من اهلها. خلينا، انت مظلومه ومتهانه ومتطلقه ومطروده، احنا حبيبتي حد من عندنا يقول له بص يا محمد، احنا مجوزينك وامك دي لها حق على بنتنا. لو كانت امك دي بتعمل حاجات على روحها وجسمها تنيل على عينه وجالها كانسر وانت ما انتش قادر، فهي هتخدمك كأن امها. طول ما امك عافيه وبتدبدب تخدم روحها، ده شرع الله. والوشوش لو اتقابلت يبقى صباح الخير يا امي، يا احسن ام في الدنيا. والبنات تروح تشوف والله يا بيتهم، دكتور ربي ده اللي أنا ولادك يا بعمله. حبيبي على ان بنتك من غير ما تضربها. البنت مثال للرقه، البنت مثال للوداعه، البنت زي الورده الصبحه دي، محدش يقهرها ابدا، ولكن بالراحه. اوعي تقولي لست الكلام ولا تقولي لنا كلام على ستك. اللي بيعمل كده يا حبيبتي ما بيعرفش ربنا وبيبقى انسان مش كويس. لا تنقلي كلامنا لسته ولا تنقلي كلام سته لينا. وهو ما دام قالك على تبوسي على ايده وبتاع، هو ممكن يتاخد شكلا على انه اذلال. انا شايف انه نوع من انواع البرستيج. يعني انا بدم طلعت راجل وطلقتك ومشيتك، فانا عايز ابقى راجل برضه في عين امي، فبوسي عليها وتبدي الندم على غلطتك في حق الهانم الجميله الرقيقه. ربنا يوفقك وتربي البنتين. واخد سيد ولا ام